أكد يحيى عطية الله نجم المنتخب المغربي والوداد الرياضي أن المستوى الذي وصل إليه حاليا كلاعب لكرة القدم يرجع فيها الفضل بشكل كبير للناخب الوطني وليد الركراكي الذي أشرف على تدريبه في المنتخب المغربي وقبلها في الوداد الرياضي. وقال يحيى عطية الله في حوار أجراه معه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: أشكر وليد الركراكي على الثقة التي منحني إياها بعد فترة صعبة مررت بها، ولكنها وضع ثقته بيحيى عطية الله. لقد علمني العديد من الأشياء وكانت سببا في ظهوري. وأضاف عطية الله: ساعدني كثيرا وقدم لي ملاحظات وكيف ألعب، واستفدت من ذلك بشكل كبير، والمستوى الذي بلغته الآن هو نتيجة ذلك. وليد الركراكي هو الأخ والصديق، إنه أفضل مدرب في العالم. بعد مغادرته بشكل مفاجئ تدريبات فريق الوداد الرياضي عقب توقيعه العقد رسميا مع النادي الأحمر، قالت تقارير إعلامية أن إدارة فريق الوداد الرياضي قررت اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث وضعت شكوى رسمية لدى الفيفا. وقام النادي الأحمر بالاستعانة بمفوض قضائي لإثبات غياب اللاعب الجزائري عن تدريب الفريق الأحمر في مركب محمد السادس بالمعمورة استعدادا لموندياليتو الأندية. وكان سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي قد أكد أن المدافع الجزائري اتصل به وطلب مغادرة المعسكر والمغرب بسبب مشاكل شخصية في بلده الجزائر. وغادر الدولي الجزائري جمال بالعمري معسكر الوداد الرياضي بمركز محمد السادس بالمعمورة بسبب تفاجئه ببعض البنود في العقد. وتعاقد الدولي الجزائري جمال بالعمري مع ثاني الدوري الاحترافي لهذا الموسم خلال فترة انتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل 200 مليون سنتيم. تلقى جمهور الوداد الرياضي ومدرب الفريق المهدي النفطي صدمة كبيرة قبل ساعات قليلة من انطلاق كأس العالم للأندية للوداد الرياضي. وأقر طبيب فريق الوداد الرياضي أنيس شاقو أن زهير المترجي ليس جاهز لخوض مباراة الهلال السعودي عن ربع نهائي مونديال الأندية. وتم إسقاط اسم زهير المترجي من القائمة النهائية ليعيش هجوم الوداد الرياضي ضغط كبير بغياب أبرز صناعه. ويعود الفضل لزهير المترجي في خوض الوداد الرياضي لكأس العالم للأندية، إذ ساهمت أهدافه في تتويج النادي الأحمر بدوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي المصري. وشهدت القائمة النهائية لفريق الوداد الرياضي غياب لاعبين من قبيل النضراني والعنابي والخنوس وباعوش واللافي وزهير المترجي. وضمت القائمة النهائية لفريق الوداد الرياضي الخاصة بكأس العالم للأندية 23 لاعب، ويهم الأمر كل من التاغناوتي، مطيع، حنين بن عيادة، فرحان، أبو الفتح، عطية الله، العملود، أيتعلال، الداودي، زبران، حيمود، الحسوني، بوسفيان، ونازم، بوهرة، وأووك، وصامبو، وأحداد، بالإضافة للام كيلزي. ويلعب فريق الوداد الرياضي ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة 3:30. يواجه فريق الوداد الرياضي نظيره الهلال السعودي لحساب ربع نهائي كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا. ويلعب فريق الوداد الرياضي ضد نظيره السعودي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في تمام الساعة 3:30 بالتوقيت المغربي. ومن المرتقب أن يدخل فريق الوداد الرياضي المواجهة على أرضه وأمام جماهيره للتأهل للنصف النهائي ومواجهة الفريق البرازيلي المصنف الأول عالميا حسب تصنيفات الفيفا الأخيرة. ومن المتوقع أن يدخل فريق الوداد الرياضي بالتشكيلة التالية للفوز بهذه المقابلة: حراسة المرمى أحمد رضا التاغناوتي، بقية اللاعبين كل من عطية الله وأيوب العملود على مستوى الأظهرة، وأمين فرحان، بالإضافة إلى الحسين بن عيادة قلبي دفاع. في خط الوسط كل من يحيى زبران، رضا الجعدي، بالإضافة إلى إسماعيل المترجي.
في الهجوم من المرتقب أن يدخل جونيور بولي سامبو كرأس حربة بدعم محمد أوناجم وأيمن الحسوني. للإشارة فهذه فقط تشكيلة موقعة، وسيتم الإعلان عن التشكيلة الرسمية قبل بداية المباراة بحوالي 45 دقيقة على الصفحة الرسمية لفريق الوداد الرياضي. نتمنى حظ سعيد لفريق الوداد الرياضي، وحطوا التشكيلة التي تتمنون تشوفوها في المقابلة، وكذلك توقعاتكم للمباراة في التعليقات. قرر الناخب الوطني وليد الركراكي يوم الجمعة زيارة مركز محمد السادس بالمعمورة للقاء لاعبي الوداد الرياضي قبل موعد مباراتهم ضد الهلال السعودي السبت القادم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لحساب ربع نهائي كأس العالم للأندية. وحضر الركراكي يوم الأربعاء بطنجة، حيث شارك في حفل افتتاح المونديال الذي شهد فوز الأهلي بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي نيوزيلندي، وضمانه بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي المسابقة. وكشفت مصادر مسؤولة أن الناخب الوطني وليد الركراكي يرغب في تحفيز لاعبي الوداد الرياضي لتحقيق نتيجة إيجابية، وبالتالي مواصلة مغامرة كأس العالم للأندية. وقاد وليد الركراكي فريق الوداد الموسم الماضي إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا والبطولة الاحترافية.